السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي؟ أرحب بكم، إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن فيديو، يعني هي سلسلة تكملة سلسلة اللي هي الوصفاتنا البسيطة والسريعة واللذيذة بنفس الوقت. الفيديو اليوم راح يكون عبارة عن كيكة بدون طحين، تنفع للي عندهم تحسس من الطحين. اللي المكون اللي بدل الطحين راح يكون هو السميد، اللي هو راح نخليه بدل الطحين. يكون بكيفكم إذا تريدون سميد ناعم أو سميد خشن. أنا عندي سميد ناعم، هي بالحالتين عادي. والشي الأحلى بهذه الوصفة إنه راح تستعملون وعاء واحد فقط، وعاء واحد فقط. كلها نخلي المواد بيها ونخليها بصينية الفرن وخلاص انتهى الموضوع. اوكي خلينا نبدي على بركة الله. في المواد الجافة اللي هي كوب سميد، كوب شكر، كوب جوز هند يكون مبروش ناعم، يعني شوف الجوز الهند هنا إذا قريب يبين يكون ناعم، يعني مو يكون الخشن. اوكي، نحركها شوية قبل ما نضيف المواد السائلة. المواد السائلة اللي هي كوب لبن، نص كوب زيت سائل، زيت نباتي أي نوع زيت عندكم، وبيضتين. طبعا كل المواد راح أخلي لكم إياها بالصندوق الوصف، المواد كليتها والمقادير. شيء نضيفه اللي هو البيكنج باودر، اللي هو يكون بأكياس، اللي هو يكون 10 غرام. اوكي، يكون 10 غرام نضيفه إلى المزيج. اوكي، نضيفه إلى المزيج. واو صار حمام من البيكنج باودر. نبدي نخلط، تقدرون تخلطون بالسباتشولا أو بالويسك، أي نفس الشيء، الويسك أحسن. اوكي، هنا ورا ما خلطنا المزيج كليته نجيب صينية الفرن ونضيفها بيه. تكون طبعا مدهونة، تريدون بالزبد تريدون بالزيت. أنا خليتها بالزبد لأنه هذا الزبد مو دسم، يعني قليل الدسم. ونخليها بالفرن. الفرن طبعا يكون محمى مسبقا، يعني حار يعني. ونخليها على درجة 180 درجة. اوكي، الى ان تستوي، يعني كل وحدة والفرن اللي عندها او اللي عنده. اوكي، فاذا خلينا نصبه بيه ونشوفكم ورا ما يطلع من الفرن. هذا هو شكلها النهائي بعد ما كانت تقريبا نص ساعة إلى 35 دقيقة بالفرن على درجة 180 درجة. طبعا نقسمها، إذا تحبون تقسموها مثل البيتزا مثلثات أو تقسموها مربعات، هذه أنتم حرين بي. وإن شاء الله يعجبكم فيديو اليوم، وإذا عجبكم سووا له لايك، وإذا عجبتكم الفيديوهات ككل سووا لها سبسكرايب حتى تدعمون القناة أكثر. شكرا حبايبي، أشوفكم بألف خير وعافية. باي، سي يو.